والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عجبي على هذه الأمة، والله العظيم عجبي عليها. لا يرضوا على الرسول سلام الله عليه، لا يرضون على نضال العزاوي، لا يرضون على واحد. يعني يطلبون من عندنا الثقافة، من يعني يجيب هالثقافة؟ من هيك أمثال، من هيك نماذج، من هيك نماذج قاعدة بس تكتب على الناس، بس تحدث على الناس وترمي. هم قاعدين اصلا ناس منحطه وقاعدين يكتبون على نضال العزاوي، ما عندهم شغل وعمل، وكانما نضال العزاوي راح تصير مكان المالكي. لكن والله قسما بالله العظيم يا منال الكرخي ويا غيرها، بالله العظيم الى ما نزلت هالمره للانتخابات وشوف شلون راح اسحقكم حتى يسمع بالاقدام، حتى اصدقاء الزينين بالاقدام والله العظيم، الى ما اترس صوري بشوارع بغداد كليتها. بالاقل على الاقل لا يسمون نضال العزاوي بالدوره ام الايتام وام المعتقلين الابرياء. يا ناس يا منحطين، يعني مو كافي ما مليتوا؟ نوب تدورون على الكرش، نوب تدورون على الشكل، نوب تدورون على اللبس، شنو اللي تردوا؟ بابا انا اريحكم، انا مره مرتاحه، وهذا الكرش اشوفه هذا فلوسي بيه، كل فلوسي بيه، شو اسوي يعني؟ من الله، عافيه من الله. تعافوا انتم بركي ان شاء الله بكم سرطان، سموا سرطان ان شاء الله. يا ناس يا تافهه، يعني عطاله بطاله وقاعدين كل وحده حاطت لها واحد بحضنها وقاعده تكتب عن نضال العزاوي. هسه صرت اشرف من نضال العزاوي، انا اريدكم انتم اشرف، واريد وطنيتكم احسن من نضال العزاوي. فاني ارجو من اصدقائي المثقفين والدكاتره والمحامين لا ياخذون على كلامي، لان ما بقى شيء اسمه ثقافه بالعراق، ولا شيء اوجه لهؤلاء الناس التافهه الحره، لان ابسط شيء عندهم قال باعوا اللبس الكرش. يعني شوف درجه عدم الثقافه اللي عندهم لوين وصلت، وتردون من عندي اصير مثقفه؟ والله لا انزل لمستواكم ولا ارشح هالمره، وراح اخلي صوري تترس الدوره، وراح ادمركم دمار واسحقكم حكي اسمع بالقنادر. يا ناس يا منحطه يا واطين، وتحياتي لكل اصدقائي المحترمين.